حاول اني انا اتفاعل معاكم. خلاص بكون اي شيء تقولي. تباهي خلاص فتوني الزف. جماعة عارف روحي قصصت معاكم وعارف روحي قلت لكم اني انا حنزل يوم بعد يوم بعد رمضان، والشيء هذا اللي هو الحاجه الوحيده اللي انا ما قدرت اشلع عن توا. فجماعه قبل ما تحكموا علي وقبل ما تقولوا لي مهمر انت وينك وكانك ما عادش نزلت بكل، انا تو بنقول لكم سبب اختفائي. السبب الرئيسي لاختفائي واللي هو القرايه، ومن احد الاسباب يعني الفرعيه للاختفاء متاعي انا اللي هو اني انا كل ما نبي نجي نمنتج لكم، كل ما نحصل وقت يعني كملت قرايتي ودرت جوي كله نجي نلقى الضي طافي. قلت لكم على سبب اختفائي وان شاء الله ما عادش حنعودها اخرى، انا ما الحق المره ذي طول الشهر اتفاعل معاكم. فتو قلت لكم سبب تاع اختفائي يا جماعه، فما عادش حنعودها لان طولت المره هذه الى الشهر، فخشوا على مقطع ثاني يا مؤامر. فبما اني قلت لكم سبب اختفائي واللي هو كان القرايه، فاليوم في مقطعنا حنقول لكم الطرق بتاعت القرايه اللي انا نقرا بيه واللي انتم حتستفيدوا منه، كيف ما كل الناس يعني في الستوريات تاعتي قالوا لي ساعدني اتفاعل معاكم مؤامر نبو طريقه للقرايه، فتوا في المقطع هذا حنقول لكم. اول شيء يا جماعه انا حنقول لكم الطرق بتاعت القرايه. اول شيء يا اما انك تسمع اي روحك او يعني تعاود في الكلام والتعريفات والجواباي كم مره، ولا انك انت تكتبهن، والاحسن بين الطريقتين هذين اللي هي الكتيبه. فعليش مؤامر قاعد تقول لنا الكتيبه احسن من التسميع؟ انا حنقول لك توا عزيزي المتابع، السبب الرئيسي ان انا قلت لكم الكتيبه احسن من الدوا، واللي هي انك انت يوم الامتحان حتيجي تكتب في الاجابات ومش حتيجي تسمع فينا اي روحك. يعني انت لو ثبتت على الكلمه يعني خذيت تعريف وكتبتها 10 مرات ورابع اظن انت الكلمه هذه او التعريف هذا حيحصل في دماغك وما عادش حيطلع بك. لو انت ماكش مقتنع بالكلام تاعي وتبي تدير الجو تاعي انك انت تسمع اي روحك، فالفضل انك انت تكتبن 5 مرات، لكن انك انت لما تكتبها 5 مرات تقدر تسمع فينا اي روحك بالصوت. هو صح في ناس يحفظوا من المحاضره نفسها يخلوها منهم هذول السوس، خلونا نحن في بعضنا تو. بعدين يا سيدي خليني نعطيك افضل وقت للقرايه. تو انت كطالب جامعه او مدرسه افضل وقت انك انت تقرا فيه هو انك تروح الحوش وترقد وتنوض الساعه 4 وتبدا تقرا. لكن لو عندك عطله ارقد اليوم كله ونوض لك في الليل، دي لك كبايه نسكافيه بتاعك وصحصح لك واقرا لعند الصبح. تو بقسمكم القرايه كيف حتكون على اسمين طبعا. الاسم الاول حيكون في الواسعه والاسم لا، وتو بقسمكم القرايه بتاعك كيف بتكون. طبعا القرايه بتاعك حقسمها لك الاسمين، الاسم الاول حيكون على الواسعه والاخر حيكون على الضيق. وطبعا القرايه في الواسع يا جماعه اللي هي انك تقرا من بدايه السمستر اول باول بعدين تجي وتراجع. طبعا الطريقه هذه يديروا فيها اغلب السواس اللي انتم قاعدين تحقوا فيها وتقولوا عليهم كيف يقروا، لكن هذه هي الطريقه الفعاله انك تقرا فيها وتراجع وتلقى روحك مثبت كل المعلومه. فانت لو بتجي على الطريقه اللي سميتها لك في الضيقه ايه حبيبي انت هتبقى عيشتك سوداك. والسبب اللي انا سميت فيه الطريقه ذي في الضيقه اللي هو انك انت الامتحان بتاعك حيكون بعد اسبوع، لكن انت مالكش قاري فيها حاجه من بدايه السمستر، فحتمسك فيها قرايه عالق من الصبح لعند الليل وترقد بدري وتنوض بدري برضه 4 ساعات ممكن ترقد فين، وتنوض تبدا تراجع وتقرا اخرى الحاجات اللي انت اصلا ناسين وكان نجحت فيها تعال اول شيء. فانت لو وصلت للمرحله اللي هي اضيق من الضيق، لا انت هيك حبيبي بتخش على السلاح السري بتاعي. والسلاح السري بتاعنا يا جماعه اللي هو انك انت حتعلق والسلاح السري بتاعنا يا جماعه اللي هو انك انت حتعلق من الليل لعند الصبح قرايه بعدها تعدي تمتحن. يعني كميه المعيله اللي في الطريقه هذه غير طبيعيه يا راجل. جربتها 4 مرات في حياتي وتمعيلت برضو في 4 مرات اذن تمعيلت، حتى لو كنت انا قاري اصلا قبلها حتى معيل يا بل انت مالكش قاري فيها حاجه من اول السمستر وتجي قبلها بيوم تبي بننجح مش عارف هو كان نجاح تعال اول شيء. لكن بجديات عندي معاه ذكريات جميله بك الايام كنت نعلق لعند الصبح، كنت يا راجل كنت نرقد في العشيه ممكن ساعتين بعدين نبدا عد نوض لك الساعه 4 نبدا لك القرايه بتاعتي واحد تحق تقول هذا سوسه بك خلاص تاعي بينجح ممتاز. نمسك القرايه لعند الساعه ممكن 3 أو 4 الليل، شوفوا يعني بعد منتصف الليل، ويجي ينزل لك حلقه من جيم اوف ثرونز الموسم الاخير عليك جو يا ولا وشارب لك 5 كوبايات نسكافيه ومنظري قلت لك عارف جثه ما فيش، وباتي يخش علي يحق فيا ان نقرا فهمت علي؟ يعني تقول لي كانك واعي لان تو وانا اصلا قاعد نقرا يعني بحقش الكتابات اللي قاعده قدامي. واقوى شيء في الموضوع هذا كله انك انت يعني بتاخذ راحه يعني بتاخذ 5 دقائق وتبحث في التليفون هيك خلاص تبحث في الساعه تحق امك خش عليك وتقول لك انت كانك ما تقراش. وبعد نمشي للمدرسه ونعدي نمتحن، المديره تقول لي محمد انت مريض ولا شنو؟ يا راجل وجهي قلت لك عارف ميت جثه ما فيش خلاص. فهذا يا جماعه الطرق بتاع القرايه بتاعتي انا، او يعني حتى لو ما عجبكمش ولا في حاجه انت طرق عندكم انت مخصص بيكم مكتبوا لي تحت في التعليقات. فلو عجبكم الفيديو حسيتم مفيد يعني تزول لاصحابكم اللي ما يقروش بكل، وان شاء الله يعني فيديو فاتكم يعني مش عارف انا هل يفيد فيكم ولا لا. فيب هيك صار الفيديو المقطع لايك ونلقاكم في الحلقه القادمه وبس بيسوها ويو.